أعزائنا المشاهدين، أهلا بكم إلى فيديو جديد. تألق أمسية اليوم الثلاثاء مجموعة من اللاعبين المحترفين في الدوريات الخليجية، وهم إسحاق بالفضيل، محمد بن يطو، ومهدي طهرات، الذين سجلوا كلهم في منافسة دوري نجوم قطر. كما تألق رياض بودبوس في الدوري السعودي، حيث ساهم في فوز فريقه الأهلي بتمريرتين حاسمتين. هذا وقاد بن يطو فريقه الوكرة لتعزيز مركزه الثالث في الترتيب العام بالفوز أمام الضيف السيلية بخماسية دون رد. ووقع ابن مدينة المحمدية الهدف الثالث في اللقاء عند حلول الدقيقة 64 بطريقة جميلة، بعرضية جميلة، أرضية وينه بن يطو، كملها بن يطو للثالث بن يطو، عدى بن يطو، الثالث بكل هدوء. حازم أحمد السرعة والفعالية، أرضية الجزائري مهاري فنان. تونا نتحدث عن المهارة، ويؤكد الكلام بن يطو بأن المهارة عامل كبير للاعب كرة القدم، وأي نادي محظوظ بأن يمتلك لاعب مهاري. هذا وقع المدافع المحوري مهدي طهرات والمهاجم إسحاق بالفضيل ثنائية فريقهم الغرافة أمام الضيف الريان، وسجل ثنائية طهرات وبالفضيل في الدقيقتين 12 والثانية والخمسين. إسحاق أوه إسحاق، الله الثالث يا إسحاق، وراح فريد بولاية، وبعد ذلك مرر إلى إسحاق بالفضيل، وبالفضيل خذها وسددها أرضية في الزاوية اليوم. وكان طهرات المدافع المحوري للمنتخب الوطني السابق، سجل هدفا جميلا جدا كما تشاهدون. برافو إلى عبد الله إسماعيل في عملية إبعاد الكرة، والكرة التي تصل مرة أخرى لمصلحة الله. يا هنا مهدي طهرات يسدد كرة قوية للغاية. إلى الدوري السعودي، حيث ساهم الدولي الجزائري السابق رياض بودبوس في فوز فريقه الأهلي على الجبلين بتقديمه لتمريرتين حاسمتين، الأولى في الدقيقة 40 من الشوط الأول، أما التمريرة الثانية فكانت في الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 54. أهلي في أي مواجهة، يا رياض إلى هيثم عسير استلام، هيثم في الجد نص استلام، محاولة التسديد، على أن يأتي بالحل للجبلين إذا ما استمرت هذه النتيجة. لكن عبد الله المقرن إلى رياض، لمسة جول.